جيتكم اليوم حبيباتي بمطلع سميد بدون ولا ذره فرينه بالكاس تاع ام وليد. العبار يكون بالكاس تاع ام وليد، اذا راح ينجح معاكم مليون في المئه. وراح لعمرها ما خدمت المطلوع، لعمرها ما نجح معها المطلوع، راح ينجح معاكم حبيباتي. وما حطينا له ولا ذره فرينه كما راح تشوفوا معايا. اذا بارك خلوا لي كلامكم الطيب، شجعوني بجمل الفيديو حبيباتي، بارطاجيو الوصفه مع الاحباب والاصدقاء هكذا باش تعم الفائده. اذا نخليكم بدون اطاله مع مراحل الوصفه بالتفصيل. نبداو خياتي. اذا نسمو بسم الله ونبداو نعبرو كما طلبتوا مني. اذا طلبتوا مني نعاود لكم المطلوع السميد. اذا بالكاس هذا تاع 220 مليلتر. اذا راح نعبرو هنايا بالكاس هكذا باش البنات كامل ان شاء الله تنجحوا فيه. وهذا الكاس كامل متواجد عندكم في بيوتكم. اذا نجيبو هنايا كاس، تقريبا كاس راح يهز 170 غرام. اذا نزيدو نعمرو الكاس الثاني كما راكم تشوفوا هذا الشكل. اذا هنايا راني حطيت البنات 2 كيسان السميد، والسميد تاعي كما راكم تشوفوا البنات هذا السميد اللي يكون ناعم. اذا هذا اللي متوفر عندي البنات، تقدروا تستعملوا السميد المتوسط اذا يكون احسن. نستعمل هذه المغرفه الصغيره هذيك تاع القهوه. اذا حطيت هنايا 2 كيسان سميد. اذا راح نحط لهم كما راكم تشوفوا 2 مغارف سكر. هذه المغرفه الصغيره نحط مغرف اكل، هذيك المغرف تاع الاكل خميره الخبز. نحط مغرف ملح، مغرف صغيره هذيك. نجيب لهنا كاس ما يكون دافي. الكاس الثاني الماء برك البنات لازم يكون دافي. اذا نخلطوا الخليط تاعنا هذا ونغطوه ونخلوه حتى الخميره تاعنا تتفاعل. اذا راح نخلوه 10 دقائق البنات. نخلطوا برك مليح هكذا السميد مع الماء حتى يتشمخ لنا كامل السميد بهذه الطريقه. نخلطوه مليح ونخلو السميد تاعنا يخمر البنات تقريبا مده 10 دقائق. اذا راح نغطوه بعد ما تفوت 10 دقائق على السميد تاعنا البنات. اذا راح نضيف له شوفوا معايا البنات، ركزوا معايا مليح. اذا راح نضيف له كاس سميد ونزيد الثاني ونزيد نص. اذا حطيت زدت 2 كيسان ونص سميد. اذا هنايا راح نخلط البنات. في هذه المرحله تحبوا تحطوا في البيترا، اللي عندها البيترا تحط في البيترا وتخليها تعجن. اللي ما عندهاش البيترا اذا تعجن بايدها، لانه زمان ما كانوش يستعملوا البيترا، كانوا يستعملوا الايد فقط. اذا انا راح ندخل السميد تاعي هذا واذا حسيتوا ناقص شويه ما راح نزيد، راح نشمخو. نحاول نلم العجينه تاعي. هنا رانا خمرناه للمره الاولى. نجيب هنايا كاس ماء، راح نشمخ العجينه تاعي. لما نضيفوا البنات السميد اذا هنايا نسيت الزيت، هنايا نحطوا 2 مغارف زيت. المغرف الثانيه اذا نحطوها البنات قبل ما تزيدوا السميد. اذا نكمل نشمخ وانا نقطع في العجينه تاعي بهذا الشكل. اذا اللي عمرها ما خدمت المطلوع راح تتبع هذه الطريقه وان شاء الله باذن الله راح تخدم وتنجح فيه. اذا نقطعوا بهذا الشكل البنات. والكاس تاع الماء اللي راني نستعمل فيه راني حاطته البنات هنايا باش تشوفوا شحال راني نزيد في الماء. نقطعوا العجينه تاعنا بهذه الطريقه البنات. ومره على مره نشمخ. تبقاو تعجنوا البنات باش ما تجيكمش لا فيديو طويله. اذا تبقاو تعجنوا البنات وراح نشوفوا شحال استعملنا الماء منا.
اذا المهم البنات الطريقه تاع الدلك هو تقطعوا العجينه بهذه الطريقه البنات وتبقاو تدلكوا. المهم البنات خاصه بالنسبه للمبتدئات ما تبقاوش تزيدوا برك في الماء بدون دلك. اذا نقصوا من الماء وكثروا الدلك البنات. هذه من اسرار تاع المطلوع باش ينجح معكم. اذا كما راكم تشوفوا البنات الكاس وشحال راه باقي لي فيه، انا راني مره قليل وين البنات نرش العجينه تاعي. اذا ندلك فيها اكثر من ما نحط الماء. هذا بالنسبه للمبتدئات. شوف البنات العجينه اللي رانا حصلنا عليها. اذا لازم تدلكوا البنات، ادلكوا اللي ما تقدرش البنات ما عندهاش الجهد. اذا تحط في البيترا احسن وتخليها تدلك لها العجينه. شوف البنات اذا راح نزيد انايا نزيد شويه ماء، ندخل هذا الرشه تاع الماء في المطلع العجينه تاعي. اذا ونرجع لكم. شوف البنات هنا راني حطيت اخر قطره من الكاس تاعي. اذا راني استعملت الكميه تاع الماء اللي شفتوها معايا في بدايه الفيديو. هذا الكاس اللي زدته برك البنات. وحاولوا تدخلوا الماء تاعكم في العجينه برك البنات. المهم البنات تدلكوا اكثر ما ترشوا الماء. اذا المهم البنات بهذه الطريقه. المهم لازم العجينه تاعكم تدي حقها في الدلك. ما تبقاوش برك البنات ترشوا فيها بالماء بلا ما تدلكوا في العجينه. هكذا راح تكون العجينه تاعكم مرخوفه وتكون معمره ماء وتكون ناقصه الدلك. شوف البنات اذا راني فاهم في المبتدئات اللي عمرهم ما داروا المطلوع ولا اللي ما ينجحش معاهم. شوف البنات العجينه اللي نتحصلوا عليها عجينه ملسه في نفس الوقت مدلوكه مليح. اذا انا راح نغطي على العجينه تاعي ونخليها حتى تخمر. تقريبا البنات راح نزيدها 10 دقائق تكون خمرت. معليش اذا البنات دهنتوها بشويه زيت بهذه الطريقه. نغطي على العجينه تاعي ونخليها حتى يضاعف الحجم تاعها مده 10 دقائق ونرجع ليها. بعد ما تفوت البنات 10 دقائق على العجينه تاعنا اذا تكون خمرت. اذا هنا راح نقسمها، راح نديكازيها اولا. ورايح نقسمها. بالنسبه للبنات للسمك تاع المطلوع تاعكم تاع السميد ما تخافوش اذا جاكم خشين. اذا راح نخشنوه انايا شويه. اذا المهم البنات يكون فيه الفرينه ما تخشنوهش لانه ممكن يجيكم معجن. نخلوش فيها سميد البنات، نحولها الزائد تاع السميد. كما راكم تشوفوا البنات خرجت لي ثلاث خبزات. اذا راح نغطيهم ونبدا نقرص في المطلوع تاعي. هنا البنات رانا خمرناهم المره الاولى والمره الثانيه. هنايا ما نخمروهمش بعد ما نكوروهم بهذه الطريقه. بعد ما نقسموا العجينه تاعنا ما نخمروهمش البنات. اذا راح نخلوهم يخمروا المره الاخيره هنا نرشوا هنايا بشويه سميد. اذا كيما خبرتكم اذا تقدروا هنايا تخشنوا السمك تاع المطلوع تاعكم لانه بالسميد ما فيش فرينه. انا نحب الخبزات يجوني صغار هكذا باش يجيني الشكل تاعهم مليح. نحط هنايا المطلوع تاعي بهذا الشكل. نقرصوا المطلوعه الثانيه والثالثه ونخلوهم يخمروا البنات مده 10 دقائق باش نطيبوهم. المطلوعه الثالثه حطيتها هنا نغطوهم البنات وخلوهم يخمروا 10 دقائق. وفي هذا الاثناء البنات شعلوا على الطاجين تاعكم باش هكذا يسخن مليح.
بعد ما تحطوا البنات المطلوع تاعكم في الطاجين، اهم حاجه البنات تحركوا المطلوع تاعكم بزاف هكذا باش يتحمر لكم كامل بنفس الطريقه ويجيكم محميمه. بعد ما يطيب البنات المطلوع تاعنا كما راكم تشوفوا البنات، اذا يجينا بزاف هايل. اذا راح نقسم معكم هنا تشوفوهم. شوفوا البنات، اذا يجينا بزاف خفيف. وصفه ناجحه مليون في المئة. اذا اللي عمرها ما خدمت المطلوع، اللي عمرها ما ينجحش معها المطلوع، تجرب الوصفه تاعي هذه وان شاء الله راح تفرح بها وتفرح بها افراد العائله. شوف البنات، يجينا بزاف خفيف. اتمنى حبيباتي تعجبكم الوصفه تاع اليوم. ما تنسوش تخلوا لي جنب الفيديو، خلوا لي كلامكم الطيب، هذاك اللي فرحني بزاف وشجعني بزاف حبيبه قلبي. اذا نختم الفيديو تاعنا بالصلاه والسلام على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين. وانتظروني حبيباتي في فيديو جديد. سلام.